الفيديو بتاع النهارده ان شاء الله هنتكلم عن كيفيه الخروج من وضع الاودين او اللي هو وضع الداونلود الخاص بتنزيل الفلاش روم او السوفت وير على الموبايلات، خصوصا موبايلات اندرويد او اللي هو اجهزه سامسونج بالتحديد. فلو انت دخلت على وضع الاودين مود او اللي هو وضع الداونلود علشان تنزل فلاش روم او سوفت وير على الموبايل وحبيت تسجل خروج، لو حصل مشكله او حبيت تعمل حاجه تانية في اعدادات الموبايل والكلام ده كله، هتعمل تسجيل خروج ازاي او هتخرج من وضع الاودين مود او الداونلود ازاي؟ احنا عارفين طبعا ان هو بطبيعه الحال بيعمل لوج اوت او اللي هو تسجيل خروج بشكل تلقائي بمجرد ما برنامج اودين بيخلص التفليش للسوفت وير او بيفرد الفلاشه او بيحرق الفلاشه على الموبايل، بيسجل خروج بشكل تلقائي والموبايل بيعمل ريستارت او اعاده تشغيل وبيبدا اللي هي شاشه البدء بتاع السوفت وير بتاع الجهاز علشان النظام يقوم معاك من الاول. لكن هنفترض ان انت دخلت على وضع الاودين مود او الداونلود وعايز تسجل خروج منه، طبعا زي ما انت شايف لو ضغطت هنا الباور، حتى لو ضغطت الباور شويه